جيت لكم في فلتر اكتر حاجة اذتني واكتر فيديو من جواه ما كنتش هعمله. لما يكون في واحد بيسخر منك ويتريق عليك ويتنمر على شكلك او على لبسك او على اسلوبك على كلامك، ده حصلت معايا كتير. رقم 2، لما يكون مثلا زي راجل كبير وانت بتلعب في الشارع زمان ويجري ويقطع الكورة، حصلت معايا كتير. لما مستني ان حد يرن عليا ويبقى في اتصال وحد يسأل ومفيش حد بيتصل ولا بيتصل اصلا. لما اكون مشتاق لحد ونفسي يتكلم معاه وقرب له، مفيش. 5، لو مش بعمل غلط ويقولك انت وانت 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 اتعودت ان انا اسمع الكلام وعدي واكبر. بسكت دايما، والله بسكت كتير كتير جدا في مواقف ما ينفعش ان انا اتسكت فيها، بس اعمل ايه؟ بشتري دماغي. اعمل ايه؟ العقليات اللي قدامي مش متفاهمة كده. واحد دايما بيتكلم على نفسه دايما وانا لا، احنا يعني كل واحد شاطر في مجال او شاطر في اللي بيحب، يعني حاول. 8، مش عارف يتحدث عن النجاح والحاجات دي. شفت من دوت كتير يعني. بقى دي اكتر حاجة تقهرني. في وشك حبيبك وفي ظهرك بيلعن سلسبيلك. حرص ولا تخون، لكل عزيز عزيز. خلي بالك اللي انت بتحكيه مع غيرك بيوصله لغيرك، وافهم. بس كده يا جدعان. ده بقى لما يكون ليك صديق ودايما بيتكلم على نجاحه وبطولاته، تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو وصلتوا لحد هنا. والله فلتر بيأذي نفسيا.